وهو أمر حدث، اسمع، في أيام الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أنت متخيل التباهي في المساجد أو التباهي بالمساجد؟ تخيل أن ده حصل في خلافة أحد عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير بن العوام كان صحابي، وعبد الله بن الزبير كان صحابي، وعبد الله بن الزبير أول مولود يولد للمسلمين في المدينة، وده اللي النبي شاله قاعد يلف بيه في المدينة فرحا بمولده. فعبد الله بن الزبير في خلافته كان هناك عبد الملك في الشام. فشوف يعني دول ناس صحابة، انت متخيل ناس منهم صحابة. عبد الملك عمل ايه؟ كانت الحجاز وارض بلاد مكة والمدينة كانت مشهورة جدا ومعروفة والناس كلها بتروح هناك، فدوت عشان يصرف الناس عن بلاد الحرمين اخذ المسجد الاقصى جعل فيه ما لا يعمل من زينة وتشييد، حتى ان القبة التي على ظهر المسجد الأقصى أو في أعلى المسجد الأقصى كان الناس ينظرون إليها واقفين بالمدة من جمالها. فقال الإمام ابن كثير أو الإمام الذهبي: وبالفعل انشغل الناس عن الحرمين بسبب ما جعل في المسجد الأقصى من تباهي وزينة. يبقى لما يكون التلاهي بالمساجد والزخرفة، انت ساعات بتخش مسجد كده تقعد عمال تبص كده، يعني ايه اللي معمول ده؟ ايه هو حاجه جميله، لكن هو ده من علامات الساعه ان يصبح ان التفاخر في المساجد. ودلوقتي تبص يقول لك ايه؟ لا احنا لازم نعمل المسجد بتاعنا لازم الناس تجيله. يا جماعه هو مش كده، هي كلها بيوت الله اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه.